مساء الخير عليكم جميعا. معاكم ام كريم من قناتي ابسط من البساطه. تعالوا النهارده نعمل رز بلبن بطريقه جديده. تعالوا معايا نوريكم المقادير، بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس. يلا بينا نشوف المقادير. معانا كيلو لبن، ومعانا 2 كوب سكر، ونص كوب كريم شانتيه، و3/4 كوبايه نشا، وكوبايه ميه، ونص كوب رز غسلاه ونقعاه، وباكت فانيليا، ودي اطباق هنغرف فيها واوريكم هعمل فيها ايه. تعالوا معانا دلوقتي يلا نشوف هنعمل ايه. ده حالا حطيت عندي حله على البوتاجاز، وحطيت فيه نص كوبايه الرز اللي غسلاها ونقعاه، واحط عليها كوبايه ميه، وهسيبها من 10 دقايق لربع ساعه. هغطي عليها وارجع لكم تاني بس على نار هاديه. رجعت تاني اشوف الحله، الرز اهو لقيته لسه عايز شويه ميه كمان، ايه حاجه بسيطه. كل شويه بقلب فيه عشان ما يلزقش في الحله من تحت. هسيبه بقى 3 دقايق كمان او حاجه، وهرجع له تاني على ما احط اللبن على البوتاجاز واجي. جبت حله تانيه على ما الرز اللي انا حطيته يستوى. هنكب فيها كيلو اللبن. اللبن ده كامل دسم، لو هو لبن من العادي ما فيهوش وش او ما فيهوش قشطه بنجيب علبه قشطه وبنحطها عليه، انما اللبن اللي انا جايباه ده كامل الدسم. دلوقتي رجعنا شايفين الرز قعد بالظبط معايا ال3 دقايق اللي قلت عليهم، مش لازق تحت خالص ولا حاجه. هكمل كل شويه عمال اقلب فيه. هكب حالا الرز على اللبن وهنشوف هنعمل ايه. حطيت دلوقتي الرز في قلب اللبن شايفين. هحط بقى السكر، انا مهديه البوتاجاز. هحط دلوقتي اول كوبايه سكر، دي تاني كوبايه. بكب اهو. قبل ما بكب السكر كلته بدوق الاول واشوف اذا كنا لسه عايزين تكملته ولا لا. انا دلوقتي حطيت كوبايه ونص بس لان لقيته مش محتاج تاني. اللي عايز مسكر قوي بيحط كوبايتين. ده باكت الفانيليا فتحته وكبيته اهو. كل ده نار هاديه. هسيب الرز بس كده شويه يشرب من اللبن على ما اقلب النشا. ده 3/4 كوبايه النشا، حطيت عليها نص كوبايه ميه وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده. كل ده المقادير العاديه كلها اللي انا عاملاها بالكوبايه دي الكوبايه العاديه اللي هي بتاعه الشاي. يلا بقى نحط النشا على اللبن. دلوقتي اللبن شرب الرز اهو، داخل خالص على الغليمه، وقبل ما يغلي بكب النشا كده حبه بحبه. اهو زي ما انتم شايفين كده. لو ما احتاجناش النشا كلها مش هنحطه كله، احنا بس بنكب على قد ما ياخد معانا. مش عايزين الرز بلبن بيبقى جامد قوي، ما بيبقاش جامد. حبه بحبه عشان ما يجمدش منه. قبل ما اخلص بقيه النشا ديت اللي معانا بقى، دي الكريم شانتيه بكبها كده معايا في الاخر. الكريم شانتيه بقى هو ده السر بتاع المحلات اللي بيخلي طعمه حلو. انا جبت معايا مضرب البيت عشان ما يجمدش مني. بفكه بيه خالص اهو. ده كانت نص كوبايه كريم شانتيه اهو شايفين، فك خالص معايا عامل زي القشطه عليه. هو ده اللي بيديله الطعم الحلو بتاع بقى. لقيت النشا لسه معايا اهو، لسه ما كفتوش اهو. كب واحده بواحده كده. كميه النشا بتاعتنا كلها خلصت. دلوقتي كده خلص اهو. هجيب بقى الاطباق بتاعت الغرف، هطفي على البوتاجاز. هجيب الاطباق بتاعتي هغرف واقول لكم هعمل فيها ايه تاني. انا غرفته دلوقتي كده قدامكم بالشكل ده. دي حالا دي الاطباق دي حراريه، انا مش هحطه دلوقتي على التلاجة. انا دلوقتي هولع الفرن، بس هولعه من فوق بس. هحطه حالا في قلب الفرن، هياخد لون بس من فوق، لون خفيف، وان شاء الله الطريقه دي تعجبكم. انا دخلته دلوقتي كده تحت الفرن في الفرن اهوت، يا دوبك جبت بس من فوق، نار عاليه ما بهديش النار، هياخد لون بس من فوق ونطلعه على طول.
ده شكله الاخير بعد ما طلع دلوقتي معايا من الفرن. اهم حاجه ما بتقفلوش عليه الفرن وبتسيبوه يا دوبك بياخد لون خفيف زي ما انتم شايفينه كده، وكده خلاص بنطلعه بقى معايا من الفرن. دلوقتي بعد ما برد دلوقتي معايا هدخله التلاجة. اتمنى ان تكون وصفه اليوم عجبتكم وان شاء الله تجربوها. كان معكم ام كريم من قناتي ابسط من البساطه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.